في تصعيد أمني خطير من السلطات الأمنية في البلاد عقب الخيانة الخطيرة التي أقدمت عليها المدعوة آمرة بوراوي. كشفت مصادر إعلامية أن قوات الدرك الجزائرية داهمت منزل الناشطة الفارة من العدالة الجزائرية آمرة بوراوي التي غادرت الجزائر عبر تونس للهروب نحو فرنسا بطريقة غير شرعية بعد عملية استخباراتية خطيرة أين تم اعتقال كل أفراد عائلتها. وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن قوات الدرك الجزائري اعتقلت أفراد من عائلتها بعد مداهمة المنزل بمنطقة العاشور بالجزائر العاصمة. ويدخل هذا الإجراء ضمن محاولات السلطات الأمنية في البلاد التحري عن الواقعة والقضية الخطيرة التي أحدثت أزمة دبلوماسية وصعدت من حدة التوتر في المنطقة بين الجزائر وتونس وفرنسا. بدورها آمرة بوراوي علقت عبر وسائل إعلام تونسية على غرار قناة موازيك على القضية المروعة التي تسببت فيها، أين قدمت اعتذارها للسلطات التونسية كاشفة بأنها لم تكن تتوقع أنها ستحدث أزمة دبلوماسية لتونس، حيث أكدت بأنها لو كانت تعلم ذلك لكانت فضلت السفر عبر البحر بطريقة غير شرعية أو بما سمي بالحرقة عبر قوارب الموت.